احنا بنكسب بشقانا يا صبري. احنا بنكسب بشقانا يا صبري. جملة من امبارح عاملة مشكلة كبيرة قوي 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 عند بعض من جمهور الاهلي، عشان امبارح اترفع مسجات في تكريم الراحل كابتن محمد صبري. بعض من الكلمات كان هو بيقولها ما بعد اعتزاله، وبعض الكلمات اتقالت من احد المشجعين في مباراة الديربي موسم 99-2000، وهي احنا بنكسب بشقنا يا صبري، واللي قالها الراحل الكابتن او المشجع عم احمد الله يرحمه. جملة من امبارح عاملة مشكلة عند بعض من جمهور الاهلي. ازاي الجملة دي اتقالت وازاي والحكاية والرواية وبدل ما تذكروا محاسن موتاكم هو تدعي له، فانت تعمل كده وازاي ترفعوا مسج كده وازاي. طيب، كون ان انت كجمهور اهلي او بعض من جمهور الاهلي او بعض نقاد الاهلي او بعض ايا كان صحفي او انت محسوب على النادي الاهلي، كون انت ما عندكش مخ بتفكر وما تعرفش ايه اللي حصل امبارح في الماتش، ما تعرفش مجريات الماتش، ما تعرفش ايه الكواليس اللي حصلت، فانت ما تتكلمش. تعال انا بقى احكي لك ايه اللي حصل امبارح في الماتش. تمام. طيب، امبارح اللي حصل كالتالي: جمهور الزمالك شغال في الدخله والترا سايت نايت. الناس شغاله في الدخله من الساعه 6 وما قبل، من الساعه 4 العصر، والناس شغالين عشان تقدر ان انت تشوف التابلو اللي ظهر قدام الناس بالدخله بالتيفو كابتن محمد صبري، والصوره الشهيره بتاعته مع الكونت بالعربي، وبيتقبل دبل كوريو، بيتقلب ولا ايه، وبعد كده بتلاقي صبري ورقم 12. طيب، قبل كده ايه؟ تعال نرجع ورا الكواليس. ايه بيقولك ان حصل في التمرين اللعيبه نازله بتسخن، سلموا التي شيرت لجمهور الزمالك، تيشيرت كابتن محمد صبري سلموه لجمهور الزمالك في لفته اكثر من رائعه. ادي واحد. اتنين، ولاد كابتن محمد صبري رحمه الله عليهم، واكيد انتوا شفتوا امبارح على السوشيال ميديا، ولاده جم، الناس جم قعدوا مع الجمهور. ولاده التلات ولاد وبنتين، التلات ولاد جم وقعدوا مع الجمهور، ومنهم واحد غنى مع الجمهور وهتف مع الجمهور وقاد الجمهور في اغنيه الشهيره في الكورفاسون. بعد كده الناس مشي طبعا. كابتن مدحت عبد الهادي واسامه نبيه ومعتمد جمال وحازم امام، كان لعيبه القدامى الجيل بتاع كابتن محمد صبري، والاكبر والاصغر كانوا موجودين، وطارق السيد كان موجود امبارح. تمام. طيب، ماتش بدأ، الدخله اترفعت. بعد ما الدخله ما اترفعت، الدقيقه 12 جت، جمهور الزمالك قرا الفاتحه، كله الاستاد كله قرا الفاتحه في الدقيقه 12 لروح الكابتن محمد صبري. بعد كده الجمهور بدأ يهتف. في الشوط الثاني اترفع مسجات اللي في جزء منها كابتن محمد صبري هو اللي قاله على لسانه. تمام. وجزء منها اللي هي بقى اللي عامله ايه، المسج اللي عامله البروباجندا كلها بقى. تمام. المسج اللي عامله المشكله من امبارح عند بعض الاهلاويه، اللي هي ايه؟ احنا بنكسب بشقانا يا صبري. طب ما دي حقيقه فعلا، احنا بنكسب بشقانا. اقول لك على حاجه، احنا بنكسب بشقانا يا ابو تريكه. ايه رايك في الجمله دي؟ احنا بنكسب بشقانا يا ابو تريكه، ما بنكسبش بشقانا يا صبري. جمله اتقالت مقتبسه من عم احمد الله يرحمه، احد مشجعي نادي الزمالك القدامى. اتقالت محمد صبري في الموسم اللي اتوقف فيه، الراجل كان موقوف ماتش ديربي اهلي وزمالك موسم 99-2000 في حضن كابتن محمد حلمي، والمشجع مش محمد صبري هو اللي قال، ده المشجع هو اللي قال احنا بنكسب بشقانا يا صبري. ما دي حقيقه ان احنا بنكسب بشقانا فعلا. مش اقول لك على حاجه يا عم، احنا بنكسب بشقانا يا ابو تريكه. حلو كده، حلو كده بالنسبه للناس. يعني انتوا الناس جمهور الاهلي خلاص، الناس شايفه اللي هو الزمالك مش من حقه يقول اي حاجه، جمهور الزمالك مش من حقه يعبر باي شكل. جمهور الزمالك انت لا يا باشا، انا هعبر وهقول وهتكلم، واعلى ما في خيركم الكابوه. الموضوع بسيط خالص، اعلى ما في خيركم يعني في كل اوضه فيها 4 حيطان، اخبطوا دماغكم في اي حته. ربنا يرحم كابتن محمد صبري ويدخلوا فاتحه جناتي، ويا رب بس الناس تهدى، والناس ربنا يهديها على نفسها الاول.
تمام، والناس بس كده ايه تفكها من الجو اللي هم بيعملوه. الراجل في دار الحق واحنا في دار الباطل. تمام، وربنا يهدينا جميعا. مش عشان خاطر جملة اتقالت الناس بقى الحق ده مش عارف بيعملوا ايه وايه وايه. روقوا يا جدعان، روقوا بس عشان يعني احنا في ايام ما يعلم بها الا ربنا والله. ربنا يهدينا جميعا. شكرا جدا ليكم، انا بعتذر جدا لكم في اي تاخير. سلام.